هي الزوجة تقدر تطلب الطلاق وتاخد حقوقها المالية كاملة لو جوزها اتجوز عليها بدون علمها؟ تابع الفيديو للآخر علشان تفهم كل التفاصيل. أولا، لو الزوج اتجوز على مراته بدون علمها فمن حقها ان هي تطلب الطلاق وتاخد كافة مستحقاتها من كافة النفقات، لو كان معاها اطفال او ما كانش معاها اطفال، او اي حقوق مالية تخصها فهي هتوصلها كاملة، ولو لم تشترط عليه في عقد الزواج ان يتزوج عليها باخرى. يعني حتى لو هو ما اشترطش عليها ان هو ما يتجوزش عليها، فبالتالي هو اوتوماتيك بمجرد ما هو يتجوز عليها فمن حقها ان هي تطلب الطلاق للضرر وتاخد كافة حقوقها المالية كاملة. والحق ده بيسقط بعد سنة من تاريخ علمها بالجوازة اللي اتجوزها جوزها. طيب لو هو اتجوز عليها مرة وبعد كده راحت سكتت وما رضتش تتكلم وما رضتش تطالب بالطلاق ولا تطالب بحقوقها، سنة وبيسقط الحق ده. طب راح اتجوز عليها تاني، هل ليها حق انها تطالب بالطلاق تاني ولا خلاص كده عشان هي سكتت اول مره؟ الاجابه لا، طبعا من حقها ان هي تطالب بالطلاق لو هو اتجوز عليها تاني، بس زي ما قلت لحضراتكم ما ينفعش يمر سنه على تاريخ علمها سواء في الجوازه الاولى او في الجوازه الثانيه. فولو ولايك واستنوني في معلومه قانونيه جديده.